ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم هند حواد على قناه حياتك احلى من هند محمد. هعمل معاكم النهارده العدس الاصفر بطريقه صحيه وطعم اكتر من رائع. ركزوا معايا كده في المقادير وامشوا معايا خطوه بخطوه. دي كوبايه كبيره يا جماعه عدس اصفر. تمام. العدس ده انا نقعاه 4 ساعات. طبعا البقوليات كل ما تتنقع لفتره اطول كل ما تدي نتيجه افضل. تمام. انا مستخدمه كوبايه كبيره عدس اصفر. بصلتين وسط، ويفضل يا جماعه البصل يكون ابيض مش احمر. 2 فص توم صغيرين زي ما انتم شايفين كده. تمام. مش هيأثروا في الطعم، بس هيدوا قيمه غذائيه. انا ما بحبش طعم التوم اصلا في العدس. بس انا عارفه ان التوم قيمته الغذائيه عاليه، فهم فصين بس صغيرين بس هيدوا قيمه غذائيه للعدس، وفي نفس الوقت طعمهم مش هيبان. جزرايه كبيره او 2 جزرايه وسط. 4 بطاطساية صغيرين او 2 بطاطساية وسط. معلقه صغيره مليانه ملح. نص معلقه صغيره فلفل اسود. ربع كوبايه صغيره شعريه. معلقه صغيره خل. كده مقادير قدامك، يلا بينا نبدا في الوصفه. يلا. حضرت المقادير كده زي ما انتم شايفين. تمام. نعيد المقادير تاني. كوبايه كبيره من العدس انا غسلته. تمام. وصفيته من الميه اللي كنت نقعاه فيها. بصلتين وسط. جزره كبيره او جزرتين وسط. 4 بطاطسايات صغيرين او بطاطسايتين وسط. 2 فص توم صغيرين. ربع كوبايه صغيره شعريه. معلقه كبيره خل. معلقه صغيره مليانه ملح. نص معلقه صغيره فلفل اسود. يلا بينا بقى ايه نبدا نحضر العدس. يلا. في حله على النار حطينا العدس اللي احنا غاسلينه ومصفيينه. تمام. وقطعت عليه البصل، وقطعت عليه البطاطس، وقطعت عليه الجزر، وقطعت عليه الثوم زي ما شايفين كده. تمام. وبعد كده بقى ايه احط البهارات بتاعتي. معلقه صغيره مليانه ملح. نص معلقه صغيره فلفل اسود. معلقه كبيره خل. ميه سخنه بتغلي من الكتل زي ما شايفين كده. يا دوبك بس انا عايزاها بس تغطي الايه، تغطي ايه الخضار وتغطي العدس زي ما شايفين كده. انا كده كده اصلا هزوده ميه تاني. وبعد كده بقى ايه هقفل عليه واسيبه ايه يستوي. قفلت عليه كده بالظبط. هيقعد معايا بالظبط نص ساعه ان شاء الله ويكون استوى. ورجعنا لكم. ده شكل عدس وخضار بعد ما استووا. انا سبته بالظبط على النار ساعه زي ما شايفين كده، لحد لما شرب كل كميه الميه اللي كنت حاطاها. هطفي عليه واسيبه يهدى شويه، وبعد كده هزوده ميه ساقعه من التلاجة عشان هضربه في الخلاط. لو انت هتشتغل على طول تمام وعندك هاند بلندر اشتغلي فيه على طول بالهاند بلندر وزوديه ميه سخنه عادي. بس انا هضربه في الخلاط فهستنى عليه يهدى شويه ويبرد، وبعد كده بقى ايه هزوده ميه ساقعه وهضربه في الخلاط. سيبته شويه لحد لما يبرد. تمام. هزوده بقى ايه ميه ساقعه، وبعد كده بقى ايه احطه في الخلاط. زودته ميه ساقعه كده زي ما انتم شايفين. تمام. بعد كده بقى ايه احطه في الخلاط. حطيته كده في الخلاط زي ما انتم شايفين. هضربه بقى ايه في الخلاط. في حله على النار من غير ماده دهنيه نهائي هنزل بربع كوبايه من الشعريه زي ما انتم شايفين كده. وابتدي اقلب فيها لحد لما الشعريه ايه تحمر وتاخد لون. انا يا جماعه حاطه ربع كوبايه من الشعريه، مش حاطه نص كوبايه. ليه؟ لان الشعريه يا جماعه بتفرش وبتبقى كتير، فربع كوبايه ده مقدار مناسب يعني عشان الشعريه ما تبقاش كتير في العدس. حتى اقلب فيها كده لحد ما الشعريه تحمر تاخد لون. كده الشعريه حمرت كده زي ما شايفين. هنزل بقى ايه بميه سخنه بتغلي من الكتل. اغطي عليها بعد كده بقى اقلب. انا عايزه الشعريه تستوي قبل ما احط العدس. ليه؟ عشان لو حطيت العدس الشعريه هتاخد وقت اطول في
السوا وهتتقوم تحت، لا انا عايز الشعريه تستوي وبعد كده بحط عليها العدس، فالشعريه مش هتلزق ايه في الحله من تحت. انا وطيت النار، هحط حبه ميه كمان. وبعد كده ايه هوطي النار واقفل عليها. اول لما الشعريه تشرب كل الميه دي هنزل بايه بالعدس. كده الشعريه شربت الميه بتاعتها كده زي ما انتم شايفين تمام، وفرشت استوت. هضيف عليها بقى ايه، هضيف عليها العدس اللي هكون ضربه في الخلاط. هقلب كله مع بعضه. عايزه اقول لكم خطوه ان انتوا تسووا الشعريه قبل ما تحطوا العدس مهمه جدا. لو انتوا حمرتوا الشعريه وحطيتوا العدس على طول، عايزه اقول لكم ان الشعريه هتلزق في قاع الحله ومش هتستوي، هتاخد وقت اطول في السوا. لكن دلوقتي بتستوي الشعريه بتستوي بسرعه، وفي نفس الوقت ايه مش هتلزق في قاع الحله ايه من تحت. هقفل عليه بقى اسيبه كده ايه ياخد غلوه بس، وبعد كده بقى ايه هطفي عليه. كده خلاص خد غلوه على النار كده زي ما انتم شايفين. خلاص بقى ايه هطفي عليه كده، خلاص يستوي. ده شكل طبق العدس بعد التقديم. قدمي بقى الفنا وشفا. عايزه اقول لكم طعمه حلو جدا جدا جدا، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. قدميه مع عيش بلدي او عيش شامي حسب الموجود عندك، مع سلطه خضراء. انا عملت معاكم طريقه السلطه الخضراء على القناه، تابعوا الفيديو على القناه طريقه عمل السلطه الخضراء. قدميه مع زيتون اسود او اخضر او مخلل. قدميه مع بصل اخضر او جرجير حسب موجود عندك. ان شاء الله تجربوه تعملوه ويعجبكم. عايزه اقول لكم طعمه حلو جدا جدا، ومعمول بطريقه صحيه من غير دهون، وده اجمل حاجه. ان شاء الله تجربوه ويعجبكم ان شاء الله. لو عجبك الوصفه لا تشترك في القناه، ويا ريت تدعموني بالاشتراك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.